أخي المواطن أخت المواطنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مسلسل هذه الحلقة الطبية من داخل مشفى بورما الدولي بمدينة بورما عاصمة إقليم أوضل. ومن داخل هذا المستشفى الكبير التقينا بدكتور محمد سعيد شتاوي، في أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية. أهلا بحضرتك معنا دكتور. اهلا بك، اهلا بك يا فندم، مرحبا. دكتور محمد، بداية نرحب بك بالصومالي لاند بمشفى بورما الدولي. بداية يا دكتور تعطي للمستمعين والمشاهدين الذين سيتابعونك عبر التلفزيون والراديو بطاقة معلومات خفيفة عن باك جراوند أو البطاقة الشخصية لحضرتك. انا الدكتور محمد السعيد شتاوي، استشاري اول وكبير جراحين في جراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية، ماجستير وكذلك دبلومة في الجراحة العامة. أنا هنا أقوم بإجراء كل عمليات المسالك البولية ما عدا الأورام السرطانية، وكذلك كل عمليات الجراحة العامة ما عدا الأورام السرطانية. بالنسبة للجراحات المسالك البولية، الكلى بستأصل الكلى، سواء كان استئصال كلي إذا كانت تالفة أو متضخمة أو استئصال جزئي. بنستخرج منها كل أنواع الحصوات، حتى لو فيها عيوب خلقية في الحالب، وصلة الحالب مع حوض الكلى بنقوم بتصليحها. بنعمل حصوات الحالب، بنعمل حصوات المثانة، بنقوم باستئصال البروستاتا وتوسيع مجرى البول. بقوم بإعادة زرع الحالب، يعني عملية زرع الحالب بنعملها هنا إن شاء الله. بالنسبة للجراحات العامة، أنا بعمل كل الجراحات العامة. يعني مثلا بنعمل غدة الثيرويد، بنعمل المرارة، بنستكشف البطن، بنعمل الزايدة، بنعمل الفتاءات كلها سواء كانت سرية أو بنسميه الفتاء الإربي. عملية البواسير برضو بنعملها. أي أورام حميدة أنا بقوم بإجراءها هنا في مستشفى بورما إن شاء الله. دكتور محمد السعيد شتاوي، أخصائي بمشفى بورما الدولي، هل يتجاوب معكم المرضى بإقليم أوضل في هذه الأمراض؟ نعم، يعني احنا يعني جبنا كل أنحاء هذا البلد الكريم، والمرضى أصبحوا يتآلفون معنا ويعرفوننا ويأتون إلينا، ونحن نعاملهم بكل ترحاب وبكل يسر. والأسعار هنا أعتقد أنها مناسبة للجميع. ولما بتأتي قوافل احنا بنذهب إلى البوادي وإلى الجبال ونأتي بالمرضى ونعالجهم على نفقة القوافل، وهم يتجاوبون معنا، وأصبح بيننا وبين أهل هذه البلد ألفة ومودة إن شاء الله. هل تقومون بإجراء عمليات جراحية بما أنكم متخصص في العمليات الجراحية التي بتخصصكم المسالك البولية وهذه التخصصات؟ فهي كثيرة هنا، كثير الإصابة بها هنا مواطنين الصومالي لاند هنا، سواء من السيدات أو الرجال. هل قمتم من خلال هذه القوافل الطبية المجانية بإجراء عدد من العمليات الجراحية بذلك التخصص، وكم عدد العمليات الجراحية التي قمتم بها؟ أنا قمت من خلال القوافل بإجراء عمليات في المسالك البولية معقدة. يعني أتوا وكانوا لا يستطيعون التكلفة، فيعني الله عز وجل أرسل من يرسل القوافل ابتغاء مرضات الله، وقمت بإجراء عمليات حصوات وتوسيع لمجرى البول. يعني عدد غير قليل، أنا لا أذكر العدد يعني بدقة، ولكن هو عدد يكون considerable، يعني معتبر. كذلك بعض حالات الجراحات العامة، أنا أذكر آخر حالة أتت إلي هنا كان شاب مثلا في 25 من عمره، كان يشكو من ألم في الجانب الأيمن في الكلى، ويعتقد أنه مغص كلوي، وبالفحص تبين أنه كان قد أصيب برصاصة منذ 5 أعوام أو 4 أعوام، وهذه الرصاصة استقرت في عظام الحوض ونامت على الحالب وسببت ضغط الحالب. وبعد أن أجريت له الأشعات التلفزيونية والأشعات المقطعية تبين أن الحالب متضخم والكلية متضخمة وتكاد تكون أن ينتهي عملها. فبفضل الله عز وجل وتوفيقه، مع أن الرصاصة استقرت تحت تفريعة الشريان الخارج من الأورطة مباشرة، يعني المكان خطير جدا، وتحت البطن، يعني تحت الغشاء السفلي البريتوني. يعني الله عز وجل وفقنا، ودخلت وفتحت البريتون السفلي واستخرجت الرصاصة.
وأعطيتها للمريض، وبفضل الله عز وجل يعني تشافى وعافى وفقت الكلية والحالب، وهكذا إن شاء الله. دكتور محمد، مما لا شك فيه أن الأطباء المصريين لا يفوقهم خبرة ولا ذكاء ولا تخصصا في هذا المجال، لكن ربما يعول بعض المرضى بالصوماليلاند مع علمهم بخبرة وكفاءة المصريين الأطباء في مجالاتهم وتخصصاتهم، لكن يعولون على عدم التفاهم إلى حد ما بنسبة 100% بالنسبة إلى شرح الأمراض والتجاوب معهم. كيف تحللون تلك المعضلة؟ والله نحن نتغلب على هذه المعضلة نتيجة اختلاف اللغة. المترجم بفضل الله عز وجل أننا معنا هنا مترجمون ولدوا في بلاد عربية ويعرفون العربية، بل منهم من يعرف اللهجة المصرية، فأنقل إليهم المعنى وهم ينقلونه للمريض، ولا يقوم المريض حتى يفهم ماذا نفعل له ماذا له وماذا عليه، وكل شيء نحن نوضحه تماما. يعني من يقول هذا ربما هو لا يسأل أو لا يفهم تماما ما نقول، لكن أنا هنا في عيادتي معي المترجمة من فضل الله، أنها يعني ولدت في السعودية وتعرف اللغة العربية وتعرف حتى اللهجة العربية واللهجة المصرية، وتقوم بنقل المعاني لأهل بلدها. دكتور محمد، ما هي الميزة التي ميزت مستشفى هرجيسة أو بورما الدولي عن باقي المستشفيات في الصوماليلاند والعديدة؟ والله يا أخي، أنا يعني عندما تفحصت أنا مثلا لا أجد من هو أكبر مني في صوماليلاند في جراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية. ما شاء الله. يعني لا نجد هنا التخصصات، هنا ممارس عام، هنا حتى دبلوم قديم أو حتى ممارس عام قديم لا يحمل تخصصا، ولكن كلنا متخصصون واستشاريون، وكنا في بلادنا رؤساء أقسام وكبير جراحين. يعني كل المجموعة اللي هنا كلها كونسلتنت، لا يوجد بيننا صغير، كله يعني يدرس الطب، يمارس الطب، مارس الطب، يفهم الطب كما يفهم كفة يده. نعم دكتور محمد، لقد اجتمع كل من وزير وزارة الصحة سليمان عيسى أحمد حجلة توسية ووزير الإعلام عثمان عبد الله سحر الدين العداني من خلال مؤتمر صحفي أقروا من خلاله عدم السماح للعديد من الممارسين لمهنة الطب الصوماليلاند هنا والمواطنين خاصة لعدم التزامهم بإظهار شهادات تخرجهم أو كفاءتهم، ومنعوهم من ممارسة تلك المهنة. نعم والله احنا NHB فيها كل شهاداتنا وأكثر. أنا لا أتكلم عنكم، فأنتم غنيين عن المعرفة، لكن أنا أتحدث بالنسبة إلى أن الصوماليلاند في حاجة ماسة لخبير متمرس واستشاري متخصص في هذه المهنة. ليس فقط أن يكون الطبيب طبيبا عاما يندرج تحته 50,000 نوع من الأمراض المواطنين بحاجة إليها، ليس الطبيب العام. نعم. هذا ما أقصده، لكن ليس تحديدا أتوجه إليكم. نعم. والله هذا الأمر يعني هو صائب. لماذا؟ الممارس العام هو عليه أن يفحص الحالة ثم يرسلها إلى الأخصائي أو إلى الاستشاري. الأمانة تقتضي هذا. يعني أنا في فترة كنت ممارس عام وأنا صغير، كنت لي حدود في التعامل مع الحالة، ولكن عندما يتبين أنها تحتاج إلى الأخصائي الأمانة تقتضي أن أرسلها إلى الأخصائي. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب بغير طب فهو ضامن. يعني أنا كممارس للمهنة، من تطبب بغير طب، يعني من ادعى أنه متخصص أو طبيب وهو ليس بطبيب، أو هذه الحالة لا يستطيع أن يعالجها من أولها إلى آخرها، ثم حدث فيها ما حدث، هو ضامن لما يحدث له، مكلف أن يتحمل ما فعله. لذلك هذه أمانة وتقوى لله عز وجل. الإنسان لا يتدخل إلا في الحالة التي يتقنها ويجيدها، بل ويتأكد أن الله عز وجل سوف يشفيها على يديه. ما شاء الله. دكتور محمد السعيد شتاوي، ما هي الكلمة التي تود أن تقولها ختاما لهذا اللقاء الشيق تبثها من خلال الإذاعة والتلفزيون إلى مواطنين الصوماليلاند، ليس فقط أوضل كليا ولا بورما، لتطلعهم من خلالها بأن هنا بمشفى هرجيسة الدولي وبورما الدولي أخصائي ذو كفاءة عالية ومتخصصون في مهنتهم، ويرجو التعامل
نعم. والله نحن أولا نرحب بأهل صومالي لاند وبالصومال كلها. هذا بلد مسلم ونحن مسلمون، ونحن فضلنا أن نأتي إلى هنا دون غيرها لأنها تحتاج إلى الخدمة وتحتاج إلى الاستشاريون والأخصائيون، ونحن نرحب بهم ونحن لا نكلفهم إلا ما يستطيعون. والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا مبدأنا. وخرجنا من بلادنا لا نبغي إلا مرضاة الله عز وجل وخدمة إخواننا يعني الصوماليون، لأنهم مسلمون ومن أهل ديننا ومن أهل جلدتنا، بل إن الصومال أصلا بلد عربي، فنحن نرحب بهم في أي وقت ونقول لهم جربونا وتعاملوا معنا وسوف تجدوا عندنا ما لم تجدوه من قبل إن شاء الله. دكتور محمد، شكرا لك على هذا اللقاء. جزاك الله خيرا يا أخي، جزاك الله خيرا يا أخي الحبيب، شرفتونا ونحن دائما معكم بمشيئة الله عز وجل. أخي المواطن، أختي المواطنة، إلى هنا نأتي بكم ومعكم إلى نهاية هذه الحلقة. نشكركم على حسن المتابعة ودمتم بأمان الله.